السلام عليكم. النهارده ان شاء الله بقماش الجوخ اللي قدامنا ده هنعمل هديه كده جميله لست الحبايب. وهنبدا كده بسم الله. اول حاجه هنبدا ان احنا نجيب قماش الجوخ الالوان اللي احنا نحبها طبعا. انا هنا جبت اول لون الابيض، وبدات ان انا اقص كده مربعات صغيره، واقسم المربعات الصغيره لجزئين، وابدا ان انا اقصها كده لشرايط صغننه من الجنبين بعد ما قسمتها. وجبت هنا سلك، السلك دوت بيجيب من عند اي حد بيبيع ادوات البياض والدهانات يعني والحاجات دي. هنلاقي عنده السلك دوت. بدأت هنا، وطبعا السلك فيه منه انواع، في منه اللي هو التخين، وفي منه اللي هو السمك الصغير شويه، اللي هو الرفيع شويه، هو ده اللي احنا هنستخدمه في الورده دي، اللي هو الرفيع. بدأت هنا اقص بقماش الجوخ اللي لونه اخضر. بدأت ان انا اقص فروع، وهنا بدأت ان انا بقى بعد ما لزقتها وكده وعملت وجهزت الوردة، بدأت ان انا اجيب هنا قماش الجوخ لون تاني، لون برضو اللي تفضلوه. انا هنا بادئه معاكم خطوه خطوه، لسبب لان هنا كل ورده هتطلع بشكل، وكل عشان البوكيه بتاعنا يكتمل في الاخر، او الشكل بتاعنا يكتمل في الاخر، هيبقى شكل جميل جدا وهتحبوه قوي، وممكن كمان ان انتوا تستخدموه تعملوه مشروع، ومن حاجات بسيطه جدا جدا غير مكلفه. هنا بدأت ان انا بعد ما قصيت كده الوردة بتاعتنا، بدأت ان انا الف حواليها كده بالفرع الاخضر. وهنا عملت برضو باللون البامبي وردة تانية خالص، برضو هتطلع شكل مختلف. هي البداية نفس البداية، اللي هو ان احنا بنجيب مربع ونقصه، القماش يعني بتاعنا نقصه على شكل مربع، ونبدأ ان احنا نقصه من الجوانب الجنبين بعد ما بنتنيه. وهنا الخطوات بقى بتاعتنا هنا ما فرقتش كتير عن اللي فاتت، لكن ديت بقى الجزء التفنيشة بقى اللي هي ايه المميزة بتاعت الوردة بتاعتنا دي عن الوردات اللي فاتت. كل وردة وليها ستايلها بقى، لان كل وردة في الحقيقة طبعا بيكون ليها ستايلها، وطبعا كل اللي احنا وصلنا له ده مش نهاية الفرع كل ورد فيهم، لان لسه برضو في شغل في كل وردة لوحدها، بس احنا كده بس بنظبط الروس بتاعها اللي من فوق، او الشكل بتاعتها اللي من فوق. وهنا بدأت ان انا اقفل الفرع الاخضر. طبعا كل وردة منهم زي ما احنا ماشيين كده بستايل وبشكل. ولو وصلنا لهنا في فيديو ما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلوك كل جديد. طبعا هدية عيد الأم دي لازم تكون هدية مميزة وهدية جميلة جدا، ولكن احنا هنا بنعملها بشكل جميل ومميز وكل حاجة، ولكن من غير تكلفة عالية. يعني هنا معلش، يعني قماش الجوخ ده مش هيكلفنا كتير، القصاقيس بتاعته الصغيرة دي مش هتكلف كتير. وفي نفس الوقت برضو الفكرة بتاعتنا في الاخر هتلاقوا مفاجأة جامدة جدا وجميلة جدا. هنا بعد ما خلاص كده بدأت ان انا اجهز الورد بتاعنا، ببدأ بقى ان هنا ان اعمل شرايط من الشنطة دي، او قماش التبطينة ده. ممكن على فكرة لو مش متوفر الشنطة دي ممكن نجيب قماش اسمه قماش تبطين، او ممكن في حاجة، في فرع كده بيبقى لزق موجود عند بتاعة المحلات بتاعة الخيوط، بيكون ده لزق بتاع الورد. بتقولوا انا عايزة مثلا، في منه بيبقى في منه اخضر، وفي منه بيكون بني، زي ما تحبوا، ولكن انا كنت حابة ان قماش في قماش عشان يكون الشكل واقعي اكتر. آه، هنا بدأت ان انا طبعا بعد ما بقفل كل فرع ببدأ ان انا امشي على الجزء اللي من فوق، بحيث كده ان يبقى شكل الوردة واقعي كده وتحسيه حقيقي. هنا كده قفلت خلاص بقى الجزء اللي هو البارز من فوق. وهنا جهزت خلاص كده بقى مجموعة الورد، وهنا جبنا بقى علبة التونة اللي هي الفكرة بتاعتنا، وجبت هنا الفل دوت، وقصيته على الشكل الدايرة بالظبط وحطيتها في النص. وبدأت ان انا هنا بقى هقص هلزق واثبت الورد بتاعنا في الفله اللي هي في علبة التونة. بجد بجد يا جماعه البوكيه ده هيطلع تحفه جدا جدا جدا، وهديه قيمه جدا هتشوفوها في الاخر. بجد لو وصلتوا لهنا اتمنى ان اللايك والشير والاشتراك في القناه، وتفعيل الجرس طبعا عشان يوصلوك كل جديد. واتمنى ان فعلا افكار في القناه، في افكار كتيره جدا في القناه بجد بجد غير مكلفه وجميله جدا. اتمنى ان شاء الله ان هي تنال اعجابكم. هنا خلاص بعد بقى ما رصينا الورد، بدأت اجيب قماش التبطينة، وبدأت ان انا الزق الجزء اللي من تحت واثبته.
في قماش التبطينه، اثبت فيه قماش التبطينه كده بالشكل ده، وببدا ان انا كده اوزع الشمع على الجوانب بتاع علبه التونه، بحيث اني احط كل قماشه التبطينه ديت في الجزء اللي من الجوانب. طبعا الشغل بتاعنا علشان يطلع بيرفكت لازم، او يطلع يعني بجودة كويسة جدا، لازم طبعا ان احنا نخدمه كويس ونمشي بدقة. فهنا كنت طبعا بقيس المقاس بتاعنا اللي احنا محتاجينه من القماشة، بحيث ان ميبقاش فيه زيادات. هنا بعد ما قصيت كده الزيادات من القماشة، هبدأ بقى هنا اني اثبت القماشة في الجوانب، وهعمل كده كسر زي ما انتوا شايفين كده، زي ما احنا كده مع بعض، خطوة خطوة ماشيين مع بعض كده، عشان يعني نطلع تبقوا عارفين يعني الخطوات بتاعتنا اللي احنا مشيناها زي ما احنا شايفين كده. وبثبت طبعا بالشمع بتاعنا. ببدأ كده همشي برضو مسافة صغيرة جدا، وهبدأ اني اعمل الكسرة اللي بعدها، وهكذا. وبفرد كده معانا برضو القماش، بحيث انه ما يبقاش متني من فوق. بجد يا جماعة الشكل في الاخر بجد بجد شكل تحفة جدا جدا جدا، وهدية قيمة قوي وغير مكلفة خالص، يعني مش تكلفتها مش التكلفة اللي هي العالية قوي، ويعني حاجة برضو جميلة وشكلها حلو، واكيد هتفرح اللي هنقدمها له. وكل سنة وكل الامهات بخير. وهنا بقى بدأت ان انا اجيب خيط من اللي هو خيط الخيش، بدأت ان انا اربطه كده في النص، وهعمله كده بشكل فيونكة جميلة كده ورقيقة خالص، عشان الشكل عندنا يبقى شكل كده رقيق وشكل حلو كده، يعني بوكيه ورد يتقدم بشكل كده جميل ورقيق جدا، ويتقدم بقى مع شوكولاتايه كارت اي حاجة كده معاه، هتبقى شكلها حلو جدا. هنا طبعا قصيت اي زيادة في الخيط، وبدأت ان انا الزق الوردة الجميلة كيوتي دي. وجبت هنا برضو ربطة كده من الخيش، بتبقى موجودة في طرف شوال اي خيش كده، اي شوال خيش بتلاقيها موجودة في الطرف بتاعه. بدأت ان انا اربطها او الزقها بالشمع، واثبتها كويس جدا في الجزء اللي من تحت، بتدي شكل حلو جدا جدا جدا. بجد والله الشكل في الحقيقة احلى بكتير بكتير جدا من الشكل اللي هو الموجود. وبدأت ان انا اثبت الورد، وبكده نكون فكرة النهاردة بقت جاهزة، وعملنا احلى واجمل بوكيه وردي، حاجة كده رقيقة خالص نقدمها لست الحبايب وست الكل كلهم. كل سنة وكل امهاتنا بخير، وربنا يا رب يبارك لنا في عمرهم. اتمنى ان شاء الله تكون فكرة النهاردة نالت اعجابكم. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولايك لايك 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 والشير والاشتراك في القناة علشان يوصلوك كل جديد. فعلوا الجرس والكومنت الجميل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروا ان شاء الله باقي استكمال فيديوهات رمضان.